بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين في كل زمان وكل حين. محبي أبو الكباتن في كل مكان، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم، وحفظكم الله ورعاكم ورضى عنكم ورضيكم وحفظ أولادكم، وكفاكم الله شر السوء والداء والبلاء والغلاء. نروح سريعا نقدم العزاء في فقيد الأسرة الرياضية الأهلوية كابتن هاني مصطفى، توفاه الله بالأمس. كابتن مصر وكابتن النادي الأهلي في الستينات، أنا شخصيا اتفرجت عليه، حاجة راقية جدا ومؤدب ومحترم جدا. الله يرحمه ويجعله من أهل الجنة وسكانها وبجوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وخالص العزاء لأسرة النادي الأهلي وأسرته، وخالص العزاء لأسرة الرياضة في مصر. نروح بقى نقول إن كان بالأمس أيضا ذكرى رحيل المايسترو صالح سليم. الكابتن صالح سليم كان ذكرى رحيله بالأمس 6/5. ربنا يرحمه ويجعله من أهل الجنة إن شاء الله. أحسن حاجة في الكابتن صالح عملها إيه يا جماعة؟ وهو عمل حاجات كتير جدا كويسة للنادي الأهلي، ما نقدرش ننسى أفضاله على النادي الأهلي. أحسن حاجة عملها إن هو شطب وطرد الزنطور من بره النادي الأهلي، ما يعتبش النادي الأهلي تاني. الله يرحمك يا كابتن صالح، كان عندك حق وكان ليك نظرة عن بعد، رحمة الله عليك. نروح بقى تاني بقى نبارك ونكرر التبريكات والتهاني والأماني والحلويات والقطايف واللطايف بالنسبة للسوبر المصري اللي انتهى من يومين. ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي وللجمعية العمومية وللإدارة بقيادة بيبو ولكل فرد ينتمي للنادي الأهلي من الجماهير العظيمة. جماهير النادي الأهلي عظيمة وراقية جدا ومحترمة، والكل عامل صغير أو كبير بيشتغل في النادي الأهلي. مبروك علينا السوبر المستحق وعن جدار ومن فم كيداه بنت عم الزناطيه، ولاد عم هما الاثنين. الحمد لله. ال13 كاس ال13 السوبر ال13 في دولاب النادي الاهلي. ربنا يبارك ويزيد يا رب. نقول ايه بقى؟ كان في اشاعات بيقول لك ان في عقوبات على الشناوي، وهيتم عقوبات. ان اتحاد الكره طلع وقال ان مفيش اي عقوبات لا على الشناوي ولا على اي لاعب من النادي الاهلي او بيراميدز. صحيح رئيس لجنه الحكام بيريرا قال لك ان علي جبر كان يستحق الطرد في الدقيقه 30، والشناوي يستحق الطرد قبل نهايه المباراه ب5 دقائق. هو حر في رايه وراجل على رايه على دماغنا وعلى راسنا، بس ما فيش ما تمش للان اي عقوبات. طبعا ردة الشناوي كانت ردة فعل على الشويبي ولا الشيبي لاعب بيراميدز اللي هو الولد الجزائري، لان الكرة كانت بره واحد واقع، المفروض بقى الفير بلاي فين والكلام ده فين. الواد واخدها ورايح عايز يجيب جول، فطبعا ردة فعل اللعيبه كلهم طبيعيه جدا حتى الجماهير. يعني احنا بنستغرب ازاي يعني الراجل بيرماها في الاوت، انت تروح تجيبها وعايز تعمل هجمه على النادي الاهلي. ده كويس ان ما حصلش اي شيء، كانت هتبقى مشكله ومصيبه سوداء. يلا قدر الله وما شاء فعل. الزمالك وما ادراك من الزمالك والزناطير البلد اللي مضحكه علينا، البلد كبير وصغير واللي خارج حدود البلد. الزناطير كان بيقول لك ان احنا انسحبنا، خد بالك انت وهو يا زنطور، انت وهو اياك تصدق الزنطور الكبير في اي كلمه بيقولها. يقول لك اجتماع مجلس الإدارة، ومش هو ومجلس الإدارة فرد واحد، خدها مني وصدقني أنا فرد واحد، لا خد رأي حد ولا بياخد رأي حد لا قبل كده ولا بعد كده. هو اللي بيقول وهو اللي بينفذ، والكل بيعمل كده. حاضر. يعني تخيل لو الكلام ده في النادي الأهلي كانت حصلت حاجات كتير، إن واحد ياخد قرار فردي. لا، الفرق بين الأهلي والزمالك او اي نادي تاني، سيبك من الاهلي، او اي نادي تاني حتى لو درجه تانيه، حتى لو مركز شباب، بيبقى فيه مشاورات وبيبقى فيه قرار جماعي
مش قرار فردي. هو ما تصدقوش، هو اللي بيقول، هو اللي بيعين، هو اللي بيجيب، وبيجيب مدربين وبيمشي مدربين، وبيقول ده يشتغل وده يروح وده يجي، وانت ما تجيش وانت ما تعتبش. هو فرد واحد. الزمالك قراره فردي، الزنطور الكبير فقط لا غير. طالعين يقول لك احنا هنحتفل ب بكاس الكرامه. اي كرامه تتحدثون عنها يا هزاز الرؤوس؟ انا مش عايز اقول انتوا بلا مش عارف ايه. اي كرامه تتحدثون عنها وانتم فاقدين؟ اي كرامه؟ اي كرامه انك تنسحب وتجري زي الفار؟ ولما قال باتشيكو ان انا عرفت دلوقتي ليه الزنطور هرب وما جاش الزناطير والزملكاويه ما جوش يلعبوا الاهلي، لان كانوا يتعبوا. معنى كلامه واضح، ما حدش يلت ويعجن كتير. كلام الراجل واضح، كانوا هيتعبوا سداسيه خماسيه ثلاثيه اي حاجه. لان فعلا زي ما قلت وزي ما كل الناس قالت، بيراميدز اقوى من الزمالك وعمل مباراه محترمه جدا امام الاهلي في الصوره. فكلام باتشيكو مش هزار، ده هو اللي فاهمه. انت انسحبت عشان ركبك بتخبط بعضها، عشان خايف، مليك الخوف والرعب، لانها هتبقى فضيحه. وضحكت على الزناطير الزملكاويه اللي بيطبلوا لك ويهزوا لك ومش عارفين اي حاجه في اي حاجه، وطلعت وانسحبت بشكل مخزي ومهين ومسخره السنين دخلتهم فيها. ضيعت على نفسك حتى 500,000 دولار، اضرب بقى ب 30 ولا ب 35، وضيعت عليك المشاركه، وانك انت طلعت راجل وما خفتش. ويرجع يقول لك هنحتفل سنويا بكاس الكرامه. اي كاس كرامه؟ اي كاس كرامه؟ ده انتوا ما عندكوش دم. ده انتوا ما اذا لم تستحي فافعل ما شئت. فعلا ما عندكوش حياء، ولا بتحترموا لا كبير ولا صغير في منظومه في جماهير الزمالك. اياك واحد من الزناطير يطلع يتكلم ولا يعلق ولا يقول اي كلمه. محدش، ما فيش عندكم مجلس اداره. اولا الراجل ده ما بيحبش ولا بيحترم حد فيكم، بيسفكوا التراب. تعمل احتفال ليه؟ علشان تعمل كاس الكرامه. اعمل كاس الكرامه. السلطانيه، البس السلطانيه زي ما انت لابسها طول العمر، ملبسكوا الطاقيه والسلطانيه وملبسكوا في الحيط ومسففكوا التراب، ما حدش بيتكلم. عموما، وكلام حازم امام من شخصيه خبيثه جدا جدا. انا قلتها وهقولها واستمر اقولها. بيضرب من تحت الحزام. حازم امام بيضرب انه هيبقى رئيس الزمالك القادم. احنا نتمنى اي فرد غير الزنطور الدنيا هتبقى زي الفل. بس حازم بيلعبها صح قوي، زي الواد كهربا ما حط الجول صح. حازم طلع وقال لك انا مع الانسحاب وانا مش عارف ايه، وبيستجدب الجماهير، بيلعب على وتريه الجماهير الوقت. ليه؟ لان في انتخابات، غصب عن راس الزنطور هيبقى في انتخابات، وحازم بيضرب على الوتر ده. الجماهير بيحبوا حازم امام، فهو دايما بيطلع يستعصب ويقول ايه، يكتب بوستات ويقول مقولات ويطلع في التلفزيون وانا مش عارف ايه وانا ايه وانا ايه. كلها حركات احنا ما تلزمناش. هي صحيح فيها خلو من الضمير، بس هو بيلعب على حاجة تانية، على حاجة تانية مستقبلا. هو تقريبا فيه ثلاثة. مرتضى رايح محدش يتكلم نص كلمة. حازم إمام وأيمن يونس وميدو داخل في اللعبة، وطبعا اللي هو أحمد سليمان من حقه يدخل. بس حازم إمام هيبقى رئيس، أو ميدو ممكن يمسك اللجنة الفنية للكورة، ميدو، والغندور بقى يمسك الإعلام، وايمن يونس بقى التعاقدات والحاجات دي. وحازم مركز قوي قوي انه يبقى الرئيس، وهيبقى قبله تقريبا. انا بقول ايه يعني، سيناريو في تخيلي، واحمد سليمان وسليمان وهدان، وممكن حسين لبيب. الفتره بتاع السنه اللي مسكها الاستاذ حسين لبيب كانت احسن فتره في نادي الزمالك، لما غار الزنطور خدوا فيها بطولات وكانت الدنيا زي الفل ورايقه و10 على 10. احنا مش هنشغل دماغنا اكتر من كده. المهم
حازم امام ذكي جدا وخبيث جدا في نفس الوقت. احنا يهمنا ان الدنيا تتظبط بالنسبه لنادي الزمالك، بعيد عن الزنطور وعيلته وهزازينه ومطبلاتينه ومنافقينه واولاده وكل ما يخص الزنطور. لو مشي من الزمالك الدنيا هتبقى زي الفل، والوسط الرياضي هينضف وهيتحط له سبرت والدنيا هتنضف 100%. كلور وسبرت وكل ادوات النظافه هتتحط. احنا يهمنا ايه؟ احنا يهمنا الدنيا تهدى، الدنيا تهدى وتبقى زي الفل. زمالك، اسماعيلي، بيراميدز يعود بقى اذا كان هيقعد ولا ما يقعدش، الدنيا تبقى زي الرياضه اخلاق. الرياضه اخلاق يا جماعه، يا بني ادمين، الرياضه اخلاق. طيب احنا خلصنا بقى من موضوع الزمالك والزناطير. هنتكلم على مباراه الترجي ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه. الترجي والاهلي في نص نهائي ابطال افريقيا في رادس ان شاء الله، وهتبقى بتوقيت 10 مساء بتوقيت القاهره الصيفي الجميل. المباراه الساعه 10 في رادس وبدون جماهير، لان الترجي الاتحاد الافريقي الكاف طلع عليه عقوبات 4 مباريات بدون جمهور بره او جوه و$300,000. واذا تكرر الموال ده كله هيبقى فيه كلام تاني. ده مختصر العقوبات 4 و$300,000. والاربعه احنا ان شاء الله هناك هيبقى بدون جمهور وبدون ضغط وبدون اي حاجه، نلعب براحتنا وبهدوء. في اليومين اللي جايين بقى نتكلم عن الفنيات، هيلعب مين هيشيل مين. بس ما انا بذكركم ان الايه مباراه الاهلي والترجي في نص نهائي ابطال افريقيا بدون جماهير في رادس، وهتبقى عندنا هنا الساعه 10. هنتكلم في النهايه بقى وحسن الختام والشيخ احمد ابراهيم بلدياتنا الجميل الدقهلاوي الجميل، امام مسجد في دبي، اللي كانت لقطه المباراه بلا جدال. شيخنا الجميل اللي كان ماسك التليفون وبيسمع من التليفون، الشيخ احمد ابراهيم من البرامون، من قريه اسمها البرامون بمحافظه الدقهليه، دقهلاوي زينا حبيبنا. كانت لقطه جميله جدا جدا جدا، خطفت القلوب كلها. عشان تعرفوا ان النادي الاهلي الناس بتشوفه بالقلب قبل العين. النادي الاهلي الناس بتشوفه، احنا بنشوفه بالقلب قبل العين، لان جوه القلب ساكن في القلب وجوه العين. النادي الاهلي اللي مشرفنا وساعدنا ومفرحنا، وكل عضو في مجلس ادارته محترم وابن ناس وراقي، وحاطط الجماهير سواء بيبو او اقل واحد في مجلس الاداره، حاطط الجماهير على راسه من فوق. عمرك ما تسمع اي واحد بيغلط في النادي الاهلي او في فرد من جمهور النادي الاهلي. الشيخ ابراهيم كان معاه لقاء مع ابراهيم فايق المتالق حبيب الاهلاويه على قناه الاون تايم طبعا 2، وعمل لقاء جميل جدا. والاجمل ان كهربا دخل على الخط واتكلم الراجل، كلم الشيخ احمد بهدوء كده وان شاء الله باذن الله لما ينزل الشيخ احمد يروح الاهلي ويتصور ويعمل اللي هو عايزه كله. الاهلي بيحب اولاده، الاهلي بيحب اللي بيحبه، ما بيقفلش بابه في اي حد الا في قليل الادب وطويل اللسان وناكر الجميل وناكر المعروف. من النهايه كده بنشكر ابراهيم فايق على اللقاء الجيد المحترم الراقي، وبنشكر كهربا انه دخل، وبنقول لك يا شيخ ابراهيم، يا شيخ احمد ابراهيم، انت على راسنا من فوق، ومشرفت الدقهليه كلها وشرفت مصر كلها، على راس كل فرد من افراد منظومه النادي الاهلي. في النهايه بقول لكم شفتم الاهلي تاريخ ومبادئ وتطوير، وزي ما قلت لكيداهم او للزناطير، اياك ان تستطيع ان تكتب او تفكر انك تكتب التاريخ في معقل التاريخ، واياك ان يكون عندك طموح في معقل النادي الاهلي. ما تقدرش تعمل الاثنين في معقل الاهلي والتاريخ. الاهلي مبادئ وتطوير وتاريخ. اي زنطور ما يتكلمش كتير نهائي. السلام عليكم.